تعالوا بينا نكمل شرح الايفنتس، وهنشرح دلوقتي ايفنت جديد اسمه ماوس انتر. الايفنت اسمه ماوس انتر. يعني ايه ماوس انتر؟ من اسمه كده، لما اروح بالماوس جوه العنصر، لما اروح بالماوس كده جوه العنصر. وهناخد ايه تاني؟ هناخد حاجة تانية اسمها الماوس ليف. الماوس ليف لما اكون جوه عنصر واعمل ليفنج او اعمل مغادرة. هنشوف الكلام ده كله حالا. هعمل بوتون عادي جدا، وهقول له جوه البوتون ده هايد، وهديله كلاس هسميه بي تي ان، واروح انسق البي تي ان ده. هقول له خليه ياخد كلر، وليكن اللون الجراي ده ياخد باك جراوند كلر، وليكن اللون ده ياخد شوية بادنج 10 بكسل. ده البوتوم اهوت. نعمل ريفريش، نخلي الكلر باللون الابيض، ونقول له خلي هنا 5 بكسل 15 بكسل يكون افضل. ده البوتوم. هاجي هنا تحت البوتوم او فوق البوتوم، هعمل عنصر div، واديله هنا كلاس، واقول له هنا my div، واقول له هنا ايه، او اسيبه فاضي مفيش مشاكل خالص، واجي انسق الماي ديف ده، وهقول له بالنسبة للكلاس اللي اسمه ماي ديف خليه ياخد الباك جراوند كولر اللون ده مثلا، وخليه ياخد هايت، او نقول خليه ياخد ويتس 400 بكسل، وخليه ياخد هايت وليكن 200 بكسل. تعالوا نعمل ريفريش. بالظبط. انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز لما اعمل الماوس انتر، يعني لما اروح بالماوس على البوتوم يخفي لي الديف اللي فوق، ولما ارجع يظهره تاني. انا عايز ايه؟ عايز لما اروح بالماوس على العنصر ده يختفي، الديف ده يختفي. طب تعال نشوف. لما اروح بالماوس على البوتوم، يبقى انا على مين؟ على البوتوم. يبقى الايفنت هيتم على مين؟ على البوتوم. فاقول له هنا بي تي ان لما يحصل ماوس انتر، نفذ لي فانكشن، والفانكشن دي الكود اللي هيكون جوه الفانكشن دي هيكون عبارة عن ايه؟ الكود اللي هيكون جوه الفانكشن هنقول له يخفي لي الديف. هقول له هنا الماي ديف دوت الهايت، ونقول له 1000 مثلا، في 1000 سكند، 1000 ملي سكند. تعالوا كده نشوف، نعمل ريفريش. خد بالك انا مش هضغط، انا هروح بس بالماوس على البوتوم هلمسه بس اهو. الايفنت اتنفذ معايا، الايفنت اتنفذ معايا اهو. بروح تاني ما حصلش حاجه. ليه؟ لان اللي كده كده العنصر مخفي اصلا. تاني نعمل ريفريش. الماوس انتر ده ايفنت، الكليك خدناه في الفيديو اللي فات لما اضغط، لكن هنا لا، هنا لما اروح بالماوس على العنصر. تعال نشوف كده. هعمل ريفريش، هروح بالماوس اهو على العنصر، الايفنت اتنفذ. طيب في عندي ايفنت تاني، ايه؟
ممكن اجي هنا اقول له على البي تي ان برضه دوت ماوس ليف. ماوس ليف عكس الماوس انتر، يعني لما ابعد الماوس عن الاليمنت. تعالوا كده نشوف، نقول له هنا فانكشن برضه هينفذ لي فانكشن، وهاجي هنا اقول له نفس السلكتور ده نفس الديف بس يحصل له شو. هيحصل له بدل هايد يحصل له ايه؟ شو. يبقى ده ايفنت وده ايفنت تاني. الايفنت ده ماوس انتر لما اروح بالماوس على عنصر. طب الماوس ليف لما غادر العنصر ده. تعالوا بينا نشوف. انا رحت دلوقتي بالماوس على العنصر اختفى. اعمل ريفريش، رحت بالماوس على العنصر وعشان غادرت. طب نخلينا برضو نقول حاجة تانية، بلاش الشو، نقول هنا كونسول. ليه بلاش الشو؟ لان انا دلوقتي رحت بالماوس، الماوس عشان حصل مغادرة. ليه؟ اهو الاتنين اتنفذوا عشان حصل مغادرة، لان انا دلوقتي رحت بالماوس اهو وغادرت. طيب الدنيا هنا مش واضحة، تعالوا نخليها بالكونسول افضل. اجي هنا هقول كونسول دوت لوج، وليكن هقول هنا ليف. وتعالى نوضح ديت بالكونسول برضو، وليكن هقول هنا كونسول دوت لوج انتر. تعالوا كده نشوف، نعمل ريفريش اهو. رحت بالماوس طبع لي انتر، بعدت اهو. انا لسه جوه بتحرك وانا جوه مفيش حاجه بتحصل. اول لما اغادر البوتوم ده اهو، بص على الكونسول جاب لي ليف اهو، جاب لي انتر بعد كده ليف. طب هروح تاني ادخل، جاب لي انتر، ارجع ليف، ادخل انتر، ارجع ليف، وهكذا. يبقى الانتر ده الماوس انتر ايفنت لما اروح بالماوس على العنصر. الماوس ليف لما غادر العنصر، لما اغادر العنصر. طب تعالى كده، تعال نشيل الماوس انتر خالص، يبقى انا عندي هنا ايفنت واحد الماوس ليف. طيب تعال نشوف الماوس ليف ده ايه اللي بيحصل اهو. انا رحت على العنصر مفيش اي حاجه حصلت، اول لما اعمل ليف لقيته عمل لي هنا ايه؟ كلمه ليف، طبع لي كلمه ليف في شاشه الكونسول. طب انا عايز لما اعمل ليف يخفي لي العنصر تاني. ركز معايا، انا عندي ديف، عايز لما اعمل ليف من على البوتوم يخفي لي الديف ده. اعمله ازاي؟ اجي هنا هقول له اجي هنا هقول له ان الديف اللي اسمه ماي ديف، هقول له هنا دوت ماوس ليف. ماي ديف ماوس ليف لما يحصل فانكشن هنا. طيب ايه اللي هيحصل؟ ببساطه خالص لما اعمل ماوس ليف، لا ثواني، لا انا عايزه هنا يعمل لي ايه؟ يعمل لي هايد، او بلاش هايد خليه فيد اوت بقى. نجرب الفيد اوت في 1000 ملي سكند. تمام. تعالوا كده نعمل ريفريش، هروح بالماوس على عنصر اهو عادي مفيش اي حاجه حصل. اول لما اعمل ليف هلاقي العنصر اختفى. يبقى ده ماوس انتر وده شرح الماوس ليف. طيب قال لي خد بالك من الايفنت اللي جاي ده. عندي ايفنت رابع اسمه هافر. عندي ايفنت رابع اسمه هافر. طب ايه الايفنت ده؟
تعالى كده ننفذ الهوفر برضو على نفس البطن. طيب ونشوف ايه تأثير الهوفر. هقول له لما يحصل هوفر على ال btn دوت هوفر نفذ لي فانكشن. طب الفانكشن دي جواها ايه؟ الفانكشن دي هقول له لما يحصل هوفر على العنصر اعمل لي console دوت لوج هوفر، اطبع لي في شاشة الكونسول كلمة هوفر. تعال نشوف كده، نعمل ريفريش. اول لما اعمل هوفر طبع لي كلمة ايه؟ هوفر. تاني لما عملت هوفر لجوه طبع لي هوفر، طلعت لبره طبع لي هوفر تاني، دخلت هوفر، طلعت هوفر تاني. يبقى الهوفر ده لما يحصل اكشن على عنصر ان انا ادخل لجوه سواء ماوس انتر او ماوس لي. ببساطه الهوفر ده هو ميكس من الماوس انتر والماوس لي. يعني لما اروح على العنصر اهو نفذ لي الهوفر، لما غادرت نفذ لي، وهكذا. طيب لو انا بقى بستخدم الهوفر ليه؟ يعني انا دلوقتي بستخدم الهوفر عشان اميكس بين الاثنين. يعني ده الايفنت الاولاني، هاجي هنا اعمل كوما واقول له فانكشن تاني، واقول له هنا ايه؟ console دوت لوج. هقول له console دوت لوج، هخلي ده hover in، وهقول له ده ايه؟ اعمل لي console دوت لوج hover out. hover in وhover ايه؟ وhover out. تعال نشوف كده، لما اروح بالماوس على عنصر يحصل له hover in، لما ابعد يحصل hover out، اروح hover in، ابعد hover out، وهكذا. الهوفر ان ده اكنه قلت له، يعني اكن الايفنت ده كده خاص بالماوس انتر وده خاص بالماوس ليف. يبقى الهوفر بياخد فانكشن، ممكن ياخد فانكشن واحده وممكن ياخد اتنين. لو اخد تو فانكشن الاولى بتبقى خاصه بالماوس انتر والتانيه خاصه بالماوس ليف. ده كان ببساطه شرح الهوفر. يبقى انا كده دلوقتي شرحنا 3 ايفنت: ماوس انتر وده بيحصل لما بروح بالماوس على العنصر، ماوس ليف وده بيحصل لما ببعد بالماوس من على العنصر، الهوفر وده بيحصل سواء رحت بالماوس على العنصر او غادرت. الهوفر ده ممكن ياخد تو فانكشن مش فانكشن واحده، تبقى الفانكشن الاولى خاصه بالماوس انتر، الفانكشن الثانيه خاصه بالماوس ليف.